اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الخير عليكم، صباح الخير على الجميع اللي دخلوا على قناتي، قناة سمونة القسنطينية. مرحبا بكم في مطبخي البسيط. اليوم راح ندير مع بعضنا هاد البلا دي بلا صوص بلانش، اللي هو طبق مميز نديروه بزاف في شهر رمضان. البلا هذا يجينا خفيف، ماهوش يعني يطلب منا امور بزاف ولا مكونات بزاف. عندنا غير لهنا سكالوب، وهنا لاصوص بلانش تقدري تلوحي فيها اي حاجه كالشامبينيون ولا الزيتون الاخضر. انا حبيت نديرها لهنا صوص بلانش وحدها مع هاد اللفات اللي راهي بنينه بزاف بزاف. راح نشوفوا المقادير وراح نشوفوا المكونات تاع كل هاد اللفات كيفاه خدمناهم خطوه بخطوه. ما تنساوش خاوتي ديما نقول لكم الاشتراك وتفعيل الجرس وتشاهدوا الفيديو من الاول للاخير، هكا باش تدعمونا وتشجعونا نكملوا في القناه. وندخل مباشرة إلى المطبخ باش نحضروا المكونات ولا البلا هذا باش راح نخدموه. أول حاجة راح نجيبوا الشرائح من قطع سكالوب. كما تشوفوا هنا عندي كمية كبيرة قصيتها يعني بالطريقة هذه. ناخدو صدر دجاج ونبداو نقصو فيه إلى شرائح يعني مبسطة تكون رقيقة. وانا ماشي حندير الكميه كل يعني هذه حندير جوست منها القليل فقط. عندي هنا نص حبه قارص، وعندي الموتارد. كما تشوفوا الموتارد هنايا لانه راح نفوتوا سكالوب تاعنا على المشوى، لازم يكون عندنا الموتارد. عندنا التوابل هنا الزنجبيل والملح والراس الحانوت والفلفل الابيض. هنا عندنا هذا النوعيه من الفرماج اللي هو الفرماج روج. هنا انا نشتي هذه النوعيه لانه كي نفوتوه في وسط يعني نحشيوه من داخل. راح تشوفوا الطريقه، راح نطلب قطعه تاعنا تاع سكالوب بالموتارد، وراح نحطوا قطعه من الفرماج روج. هنايا كما تشوفوا اول حاجه راح ندير لاصوص تاعي اللي هي لاصوص بلانش. هنا بما ان سكالوب يعني دجاجه راح ندير لهنا نصب اللحم. حطيت طرف اللحم، حطيت عليه بصله حطيتها، وحطيت الزيت والتوابل، ونخلي المرمى تاعي تقلى ومن بعد نمرقها. هذه هي لاصوص تاعي. ونروح نديرو الخلطه تاعنا. هنا كما تشوفوا حطيت التوابل اللي قلت لكم عليها، حطيت عصرت نص حبه تاع القارص، وحنحط السكالوب تاعي ترقد لي في هاد التتبيله. كما تشوفوا حنحط كميه فقط، يعني مش حندير الكميه كامله. هنا كما تشوفوا نرقدها مليح ونخليه ابار يشرب هاد التوابل. ونروحوا مباشره نقطعوا الفرماج تاعي. نعتلكم هنايا قطعه فقط كيف راح نخدمها، وحنبقيا نسرع الفيديو لاني حنستعمل القطع كل معكم. كما تشوفوا هنا نجيبوا الشريحه الاولى تاع السكالوب وراح ندهنها كما تشوفوا هكذا بالموتارد بالطريقه هذه. يعني نحط الفرشاة هنا ونحك مليح الطرف تاعي تاع السكالوب. وانا نجيب قطعه من الفرماج. كما قلت لكم الفرماج هنا نفضل يعني النوعيه هذه البلا يجيب النوعيه هذه فرماج روج. تحبي ديري نوع اخر يعني مش مهم. هنا كما تشوفوا حنقطع جست لهنايا طرف رقيق. وانا نستعمل هذا النوع الفرماج لانه عندما نحطوه يتشوى لي فوق المشواة يدوب، يعني مش حيسيح لي، حيبقى لي يعني سايح هو الداخل، وراح يجمل لي الحبه تاعي تاع اللفه هنا، وراح يخليها مجموله ما تحليش في لاصوص. كما تشوفوا هنا راح نجيب لو كوردون عواد هذه، وحنحكم اللفه تاعي بالطريقه هذه، وراح نكمل الكميه كامله. نكون وجدت قطعت يعني الفرماج تاعي كامل نوجدو باش تسهل عليا العمليه. وهنايا السكالوب تاعي شرب يعني مليح هذيك التتبيله. ونبدا جوست نخدم يعني نطلي القطعه تاعي، ونزيد نحط لها الطرف تاع الفرماج ونروليها، ونحط لو كوردون بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه تاعي. وانا هنا كانت لاصوص تاعي تقلات مليح، وهذاك اللحم يعني دخلوا الطياب مرقته بالماء سخون، وحطيت قبلت لاكاكا تاعي خليت اللحم يطيب لي مليح. كما قلت لكم لهنا المرقه تقدري تزيدي فيها زيتون، تقدري تزيدي فيها الشامبينيون اللي هو الفطر، تقدري تزيدي اي حاجه يعني تكملي مع هاد اللفات. انا في بهذه الطريقه درت غير اللفات فقط باه تهزوا الفكره العامه تاع البلا هذا. نروحوا كما بعد ما خلصنا اللفه تاعنا كامل نروحوا نحطوا المشوات. واللي عندها لهنا المشوات تاع الكهرباء، ولا اللي عندها مشوات تكون يعني سبيسيال تاع الشوا، تحطي لهنا نعجس باش يعني نشعلها ونحطها.
درت على الطابونه ديريكتومون، حطيت لهاد الشبايكه هذه، ونبداو هنايا نشويو في الحبات تاعنا، الحبه ورقتها. شوفوا هنا الفرomاج على قلت لكم نستعمل النوعيه هذه، لانه النوعيه هذه شوفوا زيماه حتذوب لي من داخل وحتولي تتعلك، و ميم طون حتلم لي الحبه تاعي، ما تخليهاش تتحلي وتكون دوما مجموله. شوفوا زيماه لهنايا راح نشوي يعني على نار تكون متوسطه، ونعس الحبات تاعي كما تشوفوا باش ما يتحرقونيش. قلت لكم من الافضل انه يكونوا يعني تكون المشواه تاع اللحم. هنايا الاعواد هذيك تتحرق يعني نورمال، راح من بعد نحيها يعني نستغنى عليها، لانه الحبه تاعي حق كما قلت لكم تتجمل لي وحدها. هنا شوفوا الفرomاج من داخل كيفاه يذوب، يعني النكهه تاعو لهنا مع المتاغد رائعه جدا. وراح نضبط الحبه تاعي مليح هنا باش يتلم لي. كما قلت لكم لهنا سر نجاح البلا هذا، انك الحبه تاعك تبقى مجموله وما تتحلكش في لاصوص. هنا نكملوا الحبات تاعنا كما تشوفوا كامل كملناهم، والريحه تاعهم يعني تشهي كتير. البلا هذا يعني معتمد ديما نديروه في شهر رمضان. نروحوا دركا حباباتي نحيو هذوك العواد، لانه ماناش حنخليهم لداخل. الحبه تاعنا هنايا متماسكه وحاكمه روحها. كما تشوفوا الفرomاج هنا داب هو اللي لمها لنا وخلاها تشد روحها مليح، يعني اللفه تجيك هنايا مضبوطه جيدا. هنا نروحوا بعد ما اللحم تاعنا طاب، نروحوا مباشره هاد اللفات نحطوها في لاصوص ونخليوها تكمل الطيب. هنا البلا تاعنا راهو واجد وحاضر، وصدقوني شهي جدا. رايحين نوجدوه في طبق تقديم نقدموه لكم واجد مع قليل من الزينه. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفه، وان شاء الله تجربوها. وفضلا وليس امرا اخواتي، ما تنساوش الاشتراك، وما تنساوش تفعيل الجرس والبارطاج واللايكات والتعليقات. تعليقاتكم تهمني بزاف. لهنايا ما بقى لي غير نقول لكم السلام، الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد، مع وصفة جديدة، ومع افكار جديدة ان شاء الله. سلام.